وبعد اختياره عشان يكون واحد من أول رواد الفضاء الإماراتيين قالت عنه نائب رئيس جامعة برايتون البروفيسور ديبرا هومفريز: احنا فخورين جدا واحد من خريجينا وهنراقب مساعيه في تحقيق حلمه في انه يكون رائد فضاء باهتمام كبير. الآن on the upper strut I see good MLI. I don't see any exposed metal except for the screw. الشخصية اللي أنا هتكلم عنها في الفيديو ده هي شخصية كتير مننا ممكن ما يكونش يعرف عنها حاجات كتير، بل وفي ناس ممكن ما يكونوش سمعوا عنها حاجة من الأساس، وطبعا لأسباب كتير، منها إن إله الميديا بيشهر اللي هو عايز يشهره، وغيرها من الأسباب التانية اللي أنا مش هذكر في تفاصيلها. بس بغض النظر، الشخصية اللي أنا هتكلم عنها في الفيديو ده هي نموذج عربي مشرف فعلا، وفي رأيي الشخصي الشخصية دي حققت لنا فخر لينا إحنا كعرب بشكل عام. معكم عبد الرحمن، وفي الفيديو ده هتكلم عن رائد الفضاء سلطان النيادي. في وقت ما كان معظم الشباب من جيل سلطان النيادي بيتمنوا انهم يحققوا احلامهم على الارض هنا، سلطان النيادي كان بيتمنى ان هو يحقق حلمه في مكان تاني خالص، وانا بعني هنا حرفيا مكان بره الكوكب بتاعنا. وخلينا بسرعه كده نعدي على سيره سلطان النيادي عشان نفهم هو كبر ازاي. سلطان النيادي اتولد في 23 مايو 1981، والمكان اللي اتولد فيه طبعا هي مدينه العين التابعه لدوله الامارات العربيه المتحده. عاش طفولته في بيت جده، واشتغل والده كمدرب في سلاح الجو الاماراتي. وعلى حسب ما ذكر في موقع ويكيبيديا، سلطان في طفولته كان مهتم جدا بمراقبه الشمس والسماء والنجوم بالليل، واللي واحده واحده مع الزمن وهو بيكبر زرعت جواه حلمه في انه يكون في يوم من الايام رائد فضاء كبير. سلطان سيف النيادي هو واحد من اوائل رواد الفضاء الاماراتيين ضمن برنامج الامارات لرواد الفضاء اللي اطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده طبعا، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدوله ورئيس مجلس الوزراء. والغرض الرئيسي من البرنامج ده هو تدريب واعداد رواد فضاء اماراتيين بغرض ارسالهم للفضاء عشان يقوموا بمهام بحثيه مختلفه. بعد اتمامه لمرحلته الثانويه من دراسته، ولان هذا الشبل من باك الاسد، التحق سلطان النيادي بالقوات المسلحه الاماراتيه زي ما عمل والده بالظبط. بعدها سلطان سافر لبريطانيا عشان يلتحق بجامعه برايتون، وفي سنه 2004 حصل سلطان على درجه البكالوريوس مع مرتبه الشرف في هندسه الالكترونيات والاتصالات. وبعد اختياره عشان يكون واحد من اول رواد الفضاء الاماراتيين قالت عنه نائب رئيس جامعه برايتون البروفيسور ديبرا هومفريز: احنا فخورين جدا واحد من خريجينا وهنراقب مساعيه في تحقيق حلمه في انه يكون رائد فضاء باهتمام كبير. وبعد ما سلطان النيادي خلص فتره البكالوريوس بتاعته، قرر انه يرجع الامارات عشان يلتحق بكليه زايد العسكريه، واللي درس فيها لمده سنه، وبعدها اشتغل كمهندس اتصالات في القوات المسلحه الاماراتيه. وبعدها سلطان سافر لاستراليا مرتين. المره الاولى كانت في سنه 2008، واللي حصل فيها على درجه الماجستير في امن الشبكات والمعلومات من جامعه جريفيث. المره الثانيه كانت في سنه 2011، واللي قضى فيها تقريبا مده 5 سنين، انتهت بانه حصل على درجه الدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات من نفس الجامعه. في 6 ديسمبر 2017 كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في تويتر: أدعو شبابنا وشاباتنا في التسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء. واللي قال باختصار فيه هو إن البرنامج ده هيختار فيه الأفضل والأكثر كفاءة في إنه يمثل الإمارات كسفير في الفضاء. وبعد اجتياز سلطان لمجموعة من الاختبارات الجسدية والذهنية في الإمارات وروسيا، النيادي بقى واحد من الاثنين اللي تم اختيارهم من ضمن 4000 متقدم على البرنامج ده. وفي 3 سبتمبر 2018 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على تويتر أول اسمين رائدي فضاء تم اختيارهم ضمن البرنامج ده، واللي هم أزاع وسلطان، واللي قال فيهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنهم بيمثلوا كل الشباب العربي. بعدها خضع النيادي للتدريب في مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء اللي موجود في مدينة النجوم في روسيا، في إطار الاتفاقية ما بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية روسكوسموس لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين. وفي سنة 2011 انتهى النيادي من كل التدريبات بتاعته في مركز جونسون التابع لوكالة الفضاء الأمريكية اللي هي ناسا طبعا، واللي خضع فيها سلطان لتدريبات مكثفة لمدة تقارب 55 ساعة في مختبر الطفو المحايد، واللي كانت عبارة عن تدريبات على تقييم واستخدام بدلة السير في الفضاء، وتدريبات على صيانة محطة الفضاء الدولية، والتدريب على إنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ. ده غير أنه انتهى من كل الحصص النظرية والتدريبات العملية على الطيارة T-38 استعدادا لمهمات السير في الفضاء. وخلال الفترة اللي قضاها في مختبر الطفو المحايد خضع النيادي ل9 جولات تدريبية امتدت كل واحدة منها لتقريبا 6 ساعات متواصلة، واللي اتدرب خلالها على محاكاة السير في الفضاء تحت المية باستخدام النموذج الكامل لمحطة الفضاء الدولية. واللي بعدها حصل النيادي على إشارة رواد الفضاء من مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الأمريكية.
وده بعد إتمامه للتدريبات العامة واللي استمرت تقريبا لمدة 20 شهر. وبعد انطلاق النادي من قاعدة كيب كانيفرال في فلوريدا يوم 2 مارس 2023 بعد رحلة استغرقت حوالي 25 ساعة، وصل رائد الفضاء سلطان النادي لمحطة الفضاء الدولية ضمن طاقم المهمة كرو 6 عشان يخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء واللي هتستمر تقريبا لمدة 6 شهور. طاقم البعثة 69 مهمتهم هو تنفيذ جدول مزدحم جدا من الأبحاث العلمية على البشر، واللي طبعا هتتنفذ على محطة الفضاء الدولية، تشمل الفحص بالموجات فوق الصوتية واختبار السمع واختبار الرؤية وغيرها من الاختبارات التانية. ومن المقرر هو أن سلطان النادي هيكون واحد من رواد الفضاء اللي هيقوموا بالعمليات العلمية دي على متن محطة الفضاء الدولية لموضوعات ليها علاقة ببيولوجيا النبات وصحة القلب والأوعية الدموية وعلوم المواد والإشعاع والنوم والسوائل وغيره من الاختبارات التانية. واللي سلطان صور شوية من التجارب اللي هو قام بيها ووثقها على حسابه في تويتر، زي مثلا قانون نيوتن الأول في الفضاء. وفي يوم الخميس الموافق ل 28 أبريل سنة 2023 أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء إن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النادي بيستعد لمهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية عشان يكون أول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة السير في الفضاء. ودي زي ما قلنا هي واحدة من ضمن المهام اللي هيقوم بيها طاقم البعثة 69 على متن محطة الفضاء الدولية في إنجاز جديد وفريد والأول من نوعه، واللي هيخلي دولة الإمارات العربية المتحدة هي العاشرة عالميا ومهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية. ومن الحاجات اللي احنا لازم نعرفها هي إن رحلات الفضاء الاستكشافية ما هيش فسحة إطلاقا، وعشان كده رواد الفضاء بيكونوا مجبرين إنهم يخضعوا لامتحانات صارمة وصعبة جدا، وده الغرض في اختيارتهم واختيار الأنسب منهم، مش بس من الناحية العلمية وإنه يكون نابغة، إلا إن رائد الفضاء لازم يكون عنده المقدرة الجسدية والنفسية في التعامل مع البيئة الصعبة في الفضاء. وتعتبر عمليات السير في الفضاء واللي كمان بيتقال عليها نشاط خارج المركبة ضرورية للحفاظ على قدرات محطة الفضاء الدولية وتطويرها، واللي برضه بتسمح لرواد الفضاء بأداء مهام مختلفة زي صيانة وإصلاح الأنظمة الأساسية في محطة الفضاء الدولية وتركيب أجهزة تكنولوجية جديدة وتجميع وإعادة بناء وحدات المحطة وغيرها. ونظرا للمخاطر العالية المرتبطة بمهمات السير في الفضاء بيتم اختيار رواد الفضاء المؤهلين عشان يعملوا المهمة دي بس. وللفخر كان رائد الفضاء سلطان النادي واحد منهم. وحاجة من الحاجات اللي تستاهل الذكر وفقا لمركز محمد بن راشد للفضاء، النادي هيكون معاه دمية في الفضاء بتمثل تأثير انعدام الجاذبية، والدمية دي هتكون لابسة بدلة سبيس اكس المخصصة لرواد الفضاء خلال المهمة دي. وخلال الشهور اللي فاتت ومن خلال النوافذ بتاع المحطة اللي موجود فيها سلطان النادي حاليا، نشر النادي على حسابه في تويتر بعض الفيديوهات اللي خدها لبعض المدن والدول العربية، واللي كان من ضمنهم طبعا دولة الإمارات وأجزاء من شبه الجزيرة العربية، واللي أقل ما يقال عنها الصراحة إنها مشاهد وفيديوهات تاخد العقل. سلطان النادي يعتبر فخر لينا كلنا كعرب. من وقت للتاني احنا بنبقى محتاجين دايما كده حد يجي يفكرنا إن احنا كمان نقدر نعمل حاجة تفرق في حياتنا بحياة اللي حوالينا. ومن رأيي الشخصي فأكتر حاجة بتميز شخصية سلطان النادي مش بس تفوقه العلمي، وإنما العند اللي جواه إنه يحقق الوعد اللي اداه لنفسه. اكتب لي تحت في الكومنتات إيه تاني ممكن يكون بيميز شخصية سلطان النادي في رأيك الشخصي. وطبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمني بلايك واعمل سبسكرايب، يعني انت عارف السبسكرايب واللايك بيبقوا جنب بعض. وبس كده، سلام.